نادي الزمالك بيفوز على نادي سموحه 3-1، ولكن مشاكل نادي الزمالك زي ما هي قائمه، وما يغركش الفوز الكبير او الفوز على سموحه 3-1، لان زي ما بقول مشاكل نادي الزمالك لسه قائمه. وخلونا نشرح الكلام ده في الفيديو بتاعنا. وابراهيم نور الدين الحكم المثير للجدل دائما، الراجل تحس ان هو دخل الماتش انتوا عايزين اثاره الجدل بقى وبتاع، اثاره الجدل ده لعبتي، فالراجل ما بيعملش اي حاجه غير اثاره الجدل وبس في كل مبارياته الاخيره. خلونا ندخل في كلامنا على طول، خلونا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشاكل على اليوتيوب. زي ما قلت في بدايه الفيديو، نادي الزمالك بيفوز على نادي سموحه 3-1، ولكن في مشكله في نادي الزمالك ولسه قايمه، وهي مشكله صناعه الفرص. بص معايا كده على الصوره دي، هتلاقي نادي سموحه هو اللي بيصنع فرص اكتر من نادي الزمالك، نادي سموحه هو اللي بيسدد على المرمى اكتر من نادي الزمالك، نادي سموحه هو اللي بيصنع هجمات خطيره اكتر من نادي الزمالك. ودي مشكله كانت في نادي الزمالك الفتره الاخيره كلها، ودايما كنت بتكلم عنها بالذات بعد فوزه على حرس الحدود 4. الناس كلها كانت موهومه بفوز نادي الزمالك على حرس الحدود 4، لكن انا كنت شايف ان نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في صناعه الفرص، وعنده مشكله كبيره جدا في قدرته على دخول 18 الخصم. والكلام ده بان مباراه ورا الثانيه في نادي الزمالك. وما يغركش الفوز على سموحه زي ما بقول، لان الفوز على سموحه، نادي الزمالك فاز على سموحه وفاز على فيوتشر برضه واحد من اكبر الفرق الموجوده في الدوري المصري حاليا. فنادي الزمالك اي فريق بيلعب قدامه الكره مفتوحه نادي الزمالك بيقدر ان هو يفوز عليه، لكن تضييق المساحات ما بيخدمش نادي الزمالك ابدا. وبص لمباراه اسوان، بص لمباراه فاركو، بص لمباراه المحله، اي فريق بيضغط على نادي الزمالك بيلعب على الهجمات المرتده هو اللي بيفوز بالمباراه. نادي الزمالك خط وسطه مش منظم نهائي، خط دفاعه بغياب الونش طبعا برضه مش منظم، وخط هجوم نادي الزمالك مفيش كيمياء، مفيش الترابط اللي بيحصل ما بين اللعيبه، وفكره ان اللعيبه تتحرك بتناغم و الى غيره، ده مش موجود في نادي الزمالك. وفي كوره كانت في المباراه النهارده شيكابالا بيروح بيها من الجبهه اليمين من الجبهه الشمال اسف، وبيعملها عرضيه، الثلاث لعيبه واقفين على اخر ال 18. شيكابالا نفسه بيزعل اللعيبه بيقول لهم حد يقرب، حد يبقى في نص ال 18 وحد يبقى على طرف ال 18، وكلام شيكابالا صح. فزي ما بقول مفيش تناغم ما بين خط هجوم نادي الزمالك اطلاقا. وزي ما بقول وهفضل اقول نادي الزمالك ركز، اي مباراه مفتوحه بيقدر ان هو يفوز بيها، لكن فكره اي مباراه فيها تكتلات دفاعيه نادي الزمالك ما بيقدرش يفوز. الانديه اللي بتلعب قدام نادي الزمالك بتصنع فرص كتير خطيره. وشوف نادي سموحه لو كان موفق بعض الشيء كان ممكن ان هو يتعادل مع نادي الزمالك، وكان ممكن ان هو يكسب المباراه، لان زي ما قلت صنع اكتر من نادي الزمالك، كانت هجماته اكتر من نادي الزمالك. نادي الزمالك الشوط الثاني تقريبا ما قدمش فيه اي شيء ملحوظ، والناس كلها اظن ان هي شافت الكلام ده. الحاجه الاخيره هتكلم عنها ابراهيم نور الدين. انا واحد من الناس شايف ان ضربه جزاء سموحه فعلا كان يستحق ضربه جزاء، ضربه جزاء نادي الزمالك ضربه جزاء خطا بالمره. لان خلينا كده نقول حاجه في ضربه جزاء نادي الزمالك، من الطبيعي ان احنا في كره القدم اللاعب لما الكره بتخبط في جسمه وبعد كده تخبط في ايده بنقول ان المسافه قريبه فما بتتحسبش ضربه جزاء، ما بالك بقى اللاعب ده واقع اصلا على الارض وخبطت في دماغه وبعد كده خبطت في ايده. فاللاعب اللي واقف على رجله احنا بنعذره نقول له مش هيقدر ان هو يحرك ايده او يقدر ان هو يبعد ايده. طب اللاعب اللي هو اصلا واقع على الارض هيقدر يحرك ايده؟ فانا شايف بصراحه ان لا، ضربه الجزاء نادي الزمالك كانت غير صحيحه بالمره، وضربه جزاء نادي سموحه انا شايف ان هي كان فيها احتمال جدا ل 90% بالنسبه لي كانت تتحسب ضربه جزاء. لكن ابراهيم نور الدين زي ما بقول حكم في يعني انا ممكن يعني فكره سيبك من ماتش سموحه، شوف ابراهيم نور الدين في المباريات الاخيره كلها. ابراهيم نور الدين هو الحكم، اي مباراه تلاقي على المباراه دي كميه اثاره جدل رهيبه. شوف مباراه الترجي مثلا صعدته لدور المجموعات، كان في الادوار التمهيديه قبل المجموعات في دوري ابطال افريقيا، شوف زي نادي الترجي صعد بضربه جزاء تقريبا من نص الملعب. فابراهيم نور الدين يعني بصراحه حكم كميه اثاره جدل منه بتخرج غير طبيعيه. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. انا واحد من الناس بحب فريرة جدا، وبحب يعني احب ان هو بشوف منه كوره كويسه، وبشوف منه تكتيك عالي في ارض الملعب، لكن الراجل بصراحه اتظلم، قدم موسم خرافي الموسم اللي فات، لكن الموسم ده او اللي حواليه كاداره نادي الزمالك ما كانوش على نفس مستوى الراجل، فما وفروش الامكانيات وما وفروش الصفقات اللي يقدر يقدم بيها موسم تاني برضه قوي. فاتمنى التوفيق لفريرة، ولسه هنشوف هيقدم ايه وممكن يحل مشاكله دي ازاي وهيقدر يحلها ولا لا. كل ده خد بالك جزء من المتعه الكرويه، حاول ان انت تتفرج عليه وحاول ان انت تستمتع عليه. واحد زي فريرة انت في الاول وفي الاخر انت مشاهد كره قدم ومشجع كره قدم، حاول تستمتع بالنقط دي. فكره ان مدرب زي فريرة
راقبه ازاي يحل مشاكله، هيقدر ولا لا. كل ده بالنسبه لك على فكره لو ركزت فيه والله هيكون ممتع، بعيد عن التعصب وبعيد عن اي حاجه. زي ما بقول نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي بالذات في بطوله افريقيا، ونتمنى في التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك يوصلوا لاكبر مراحل. في النهايه هي فرق مصريه، فنتمنى لهم كل التوفيق. اتمنى يكون شرحي للمباراه عجبكم في السريع كده، واتمنى ان تتابعونا على القناه وتشتركوا معنا في التعليقات ولايك وشير كتير.